ازيكم يا ابطال وايلد دريفت؟ معاكم كينج، والنهارده جايين لكم بباتش جديد، باتش 6.3 وصل الريفت ومعاه بطل جديد هيغير اللعبة وشوية بف جامدة وشوية نرفات للتوازن وكمان تعديلات هتخلي كل ماتش مختلف عن اللي فات. في الفيديو ده هتشوفوا كل التفاصيل، هتتعرفوا على البطل الجديد وهتشوفوا التعديلات كلها والبفات والنرفات. خليكم مستعدين لأن التحديث ده فيه بطل جديد هيغير الميتا. يلا بينا. ونبدأ أول حاجة بالبطل الجديد وهو كوجما، وهينزل اللعبة يوم 11 ديسمبر. يلا بينا نبدأ المهارات. أول حاجة الباسف بتاعته تقريبا لما بيموت بيصحى تاني وبيقعد 4 ثواني وبعد كده بينفجر، بس حاول تنفجر طبعا جنب الانمي عشان لما تفرقع تعمل فيهم دامج. نيجي بقى لأول سكلاية، عبارة عن بيزك بترميه بيقلل مقاومة السحر والدروع، فالدامج بتاعك طبعا هيزيد. ومعنا المهارة التانية بتديك مدى أبعد وسرعة ضرب أسرع، ودي هتنفعك جدا في الفايت عشان تضرب من بعيد من غير ما حد يقرب لك. والمهارة التالتة عبارة عن إنك بترمي لعاب كده في الأرض وأي حد بيمشي عليه بياخد إبطاء، وده هيسهل عليك الكل وأنت بتلعب في الفايت. ونيجي بقى للقدرة الخاصة أو الألت، وهي عبارة عن إن هو بيرمي عليك حمض كده لما بيجي فيك بيعمل دمج، وده وقت التحميل بتاعه قليل، ده بيبقى 5 ثواني ولا 6 ثواني، فهتعرف تضربه كتير بس طبعا هيستهلك مانا جامد، فهتحتاج تشتري أيتم مانا لو هتعتمد على الألت. ونيجي بقى للبفات، يلا بينا. وأول بطل سعيد الحظ معانا هي يومي. يومي بعد التعديلات اللي حصلت لها كانت ضعيفة، فهم قالوا يعملوا لها شوية بفات في سكيلاتها كلها ترجعها تاني للميتا وكده. يلا بينا نشرح التعديلات أو البفات اللي حصلت لها. واول حاجه معانا هي الباسف بتاعت يومي خدت باف محترمه. اول حاجه الريجن بتاع الاتش بي زاد جامد، قبل كده كان بيعمل 25 زائد 7 لكل ليفل زائد 25% من نسبة الابيليتي باور، دلوقتي بقى 60 زائد 7 لكل ليفل زائد 25% من نسبة الابيليتي باور. يعني دلوقتي يومي بقت بتهيل نفسها اكتر بكتير، وهي كمان لو مع حد، لو راكبة مثلا اي دي سي ولا حاجة، الاتنين هيتهيلوا نفس الهيل ده. وبرضه الكول داون اتحسن بتاع الباسف، اتحسن بدل ما كان 18 ثانية لحد 8 ثواني مع كل ليفل يفضل يقل، دلوقتي بقى من 12 ثانية لحد 8 ثواني. يعني دلوقتي هي بقت أقوى في الجيم وهي بقت أقوى كمان في الإيرلي جيم. وأول تغيير معانا هنا هو على أول مهارة اليومي واللي واخدة بف جامدة جدا. أول حاجة زودوا الضرر الأساسي بتاعها، بدل ما كان بيبدأ من 80 ويوصل ل 300 دلوقتي هيبدأ نفس البداية برضه، بس هيوصل لدمج أعلى يبقى 340. يعني الضرر بقى زاد في كل مستوى الليفل بتاع السكيل. تاني حاجة معانا السلو أو الإبطاء، الحركة دي بقت بتبطأ جدا، كانت بتدي من 25% ل45% إبطاء، دلوقتي بقت بتدي من 45 ل65، يعني هتعمل إبطاء جامد جدا، هتشيل اللي قدامك حرفيا. أما آخر حاجة ضربة البيست فريند أو هجوم الإضافي للأصدقاء، زودوه برضو، كان من 10 ل18 دلوقتي بقى من 14 لحد 22. وده معناه إن أول مهارة يومي مش بس بتضرب أقوى، لأ دي كمان بتقوي الضرر بتاع اللي انت راكبه. يعني باختصار كده أول مهارة اليومي بقت أقوى أسرع وبتدي ضرر أكتر، وده بف جامد جدا ليها في الباتش ده. نروح بقى لتاني مهارة اليومي، والمهارة دي قعدت بف حلوة جدا، خدت زيادة في قوة الهيل بتاعتها والشيلد، بدل ما كانت بتبدأ ب4% وبتوصل لحد 7%، دلوقتي بقت بتبدأ من 6% وتوصل لحد 9%. يعني أي هيل أو شيلد هتعمله دلوقتي هيبقى أقوى وأكتر، وده بيخليه يومي مفيدة جدا في التيم فايت وبالذات لو انت مع الاي دي سي. نروح بقى لتالت مهارة اليومي، ودي حصل لها بف في الشيلد، هو مش بف أوي، يعني بدل ما كان بيبدأ ب70 ويخلص عند 160، فبيبدأ من 85 ويخلص عند 160 برضه. يعني الشيلد بقى أقوى في الليفلات الأولانية بس، ويومي بقت أقوى في الإيرلي جيم. وتاني بطل معانا هي إيفلين خدت باف في أول مهارة ليها، كانت بتدمج الضرر الأساسي بتاعها كان بيطلع دمج من 40 لحد 55، دلوقتي بقى من 40 لحد 62.5، يعني هتضرب أكتر في الليفلات الوسطانية والعالية، وده هيخلي أول ضربة ليها في الجنجل تبقى أقوى. تاني حاجة الضرر على المنيون اتزود، يعني كان بيعمل ضرر من 35 لحد 50%، دلوقتي بقى من 40 لحد 70%، وده معناه انك هتقدر تجمع جولد اسرع وفارمك هيبقى اسرع وتقدر تشتري ايتمات اسرع وتعرف تعمل جنجاتك اسرع، وده بفج حلو جدا ليها لان ايفلين اصلا في الفارم بتعتمد على اول مهارة بس.
وتالت بطل معانا في البفات هي كاليستا. كاليستا اتعدل عليها في السكيل التالتة. الضرر بتاعها زاد، الضرر الإضافي لكل سهم بعد السهم الأول كان من 12 ل36، بقى برضه من 12 بس لحد 42. يعني أول ليفل هو والباقي كله زاد. يعني كل سهم بعد أول سهم دلوقتي يضرب أقوى، ده يخلي كاليستا بتعمل DPS عالي جدا، خصوصا في المعارك الطويلة أو لما تضغط على الخصم بكل الأسهم اللي معاك. باختصار، تالت مهارة الكاليستا دلوقتي بتدي ضرر أكبر لكل سهم، وده بيخليها أكتر فعالية في ال EDC في الجيمات الطويلة. وكمان الألتيميت بتاعت كاليستا خدت بف كويسة، خدت بف في وقت التحميل بتاع المهارة. كانت بتبدأ من 70 وتخلص عند 60، دلوقتي هتبدأ من 60 ثانية وتنتهي عند 50 ثانية. يعني دلوقتي هتقدر تستخدم الألت أسرع من الأول، وده هيخلي كاليستا في الفايت إن هي تعمل كومبو حلو مع السبورت بتاعها. وكده نكون خلصنا البفات، نيجي بقى للنرف. وأول بطل سيء الحظ معانا هي نيدالي، ونرف متوقع إن هي من ساعة ما نزلت وبتعمل ده مش خرافي الصراحة. وأول حاجة نيدالي خدت نرف فيها هي البيز أتاك بتاعها، بدل ما كان 58 بقى 54. وكمان المهارة الأولى خدت نرف جامد، كانت بتبدأ من 15 لحد 120، دلوقتي بقت من 10 لحد 115. يعني الدمج قل في كل المستويات. يعني كده نيدالي هتعمل ضرر أقل في أول الجيم وفي آخر الجيم، فبقت ضعيفة شوية، وده ممكن يخرجها من الميتا، وأتمنى ذلك لأن أنا بلعب جونجل ومبحبش ألعب قدامها خالص. نيجي بقى للتعديل بتاع الألت بتاع نيدالي. لما تيجي نيدالي تتحول لشكل الجاكور أو أيا يكن شكل النمر أو شكل الحيوان اللي بتتحوله ده، التعديل ده معمول على الدرع ومقاومة السحر. كان بتاخد 1+2 في مستوى البطل، زائد 2.5% من قوة السحر اللي هي الابيليتي باور. دلوقتي بقت 1+2 في مستوى البطل، زائد 3% من قوة السحر. وأعتقد يعني الباف ده عملوه عشان يعني بقى يعوضوا مثلا اللي هي بقت ضعيفة في شكل اللي هو بترمي فيه الرمح الشكل العادي، فقالوا ان هو ايه يخلوها ايه يعني الدمج بتاع اللي فيها اللي هي بتاخده يبدأ يقل في شكل الجاكور يعني وكده. وتاني بطل معانا في النرف هو كابتن تيمو. المهارة الأولى بتاعة تيمو بدل ما كانت بتعمل دمج بنسبة 55% من قوة السحر بتاعته، بقت بتعمل نسبة 50% من قوة السحر بتاعته. وده تقريبا مش نرف جامد قوي، بس تمام يعني زي ما هو يفضل رخم بالسكيلة بتاعته دي. نيجي بقى للألتيميت بتاع تيمو. دلوقتي الألتيميت بتاع تيمو خدت تعديلين. أول تعديل هو الضرر الفوري، أول ما يعني الضرر أول ما القنبلة أو المشرم بتاعه ده يفرقع. كان قبل كده 30% من قوة الابيليتي باور، دلوقتي بقى 25% من قوة الابيليتي باور. تاني تعديل هو الضرر المستمر. لما انت بتفرقع في المشروم بيفضل في ضرر كده بيجيلك بعد حتى ما هي تفرقع. الضرر ده برضو قل، بدل 30% دلوقتي بقى 25% من قوة المهارة أو الابيليتي باور. يعني ده نرف حلو جدا جدا لتيمو. وتالت بطل معانا في النرف هي مورجانا. مورجانا خدت نرف في تاني مهارة ليها. تاني مهارة ليها كان فيها ميزة إن أي بطل يبقى واقف فوق السكلاية أو وحوش مثلا زي الرد أو البلو، الوحوش الكبيرة دي، الكول داون بتاعها كان بينقص بنسبة حلوة. يعني كان يقعد يقل في الثواني لحد ما تعمل لها ريكول تاني وتتعاد تستخدمها تاني. دلوقتي هم قللوا النسبة دي، يعني بدل ما كانت بتنقص بنسبة 5% خلوها بتنقص بنسبة 3.5%. يعني أعتقد هتبقى مرجانة أبطأ في استخدام السكيل دي بعد كده. وآخر بطل معانا في النرف هي فين خدت نيرف بسيط جدا في الكول داون بتاع المهارة الأولى. بدل ما كان 4.5 بيبدأ من 4.5 لحد ثانيتين، بقى بيبدأ من 5 لحد ثانيتين برضه. هو بس زاد في كل ليفل نص ثانية ما عدا آخر ليفل زي ما هو. بس كده هو ده كل اللي حصل لفين. ونيجي بقى للأيتمات. أول أيتمان هي معانا هي أيتم المتعطش للدماء، ودي كانت ب3100 جولد، بقت 3000 بس. دي حاجة حلوة تشتريها أسرع. كانت بتطلع دامج 45، دلوقتي بقت بتعمل 55، فدي حاجة حلوة جدا مع إنها قلت كمان في الجولد. بس هما لغوا السرعة بتاعتها اللي كانت بتدي 15% سرعة هجوم، شالوها وحطوا مكانها إنك تديك هيل، تديك 250 اتش بي، ودي حاجة حلوة للإي دي سي عشان بيبقى الاتش بي بتاعه ضعيف. والضربة والكرات ريت زي ما هو 25%، مفيش حاجة اتغيرت فيه. بس كده أعتقد بوفة حلو ليها.
جدا كمان. حاجة كمان نسيت أقولها، إن هما لغوا هي لما كان اتش بي بتاعك بيوصل لنسبة 25% أو 40% تقريبا كانت بتديك شيلد. دلوقتي الشيلد ده اتحذف منها خالص. هو حاجة حلوة يعني مع البفات اللي هي خدتها دي، فتمام يعني، حاجة بتشيل حاجة. والتاني ايتم معانا هي الراقص الشبح. الايتم دي كانت بتديك لما تجمع الستاك بتاعها كانت بتديك مدة زيادة لسرعة الهجوم. كانت 3 ثواني، دلوقتي بقت 6 ثواني، فزادت الضعف. الكول داون بتاعها كان 20 ثانية، بقى 10 ثواني لكل ما تستخدم برضو اللي هو الباسيف بتاعها. دلوقتي بقت أسرع مرتين يعني، فرق كبير جدا وكنا أحسن جدا. وحاسس إن الأيتمات الحلوة كلها رايحة لل EDC، مش عارف ليه. تالت ايتم معانا اللي هو الايتم المسدس اللي بيضرب من بعيد ده، بيديك زيادة في الرينج ده الجولد بتاعه زاد، كان ب2900 بقى 3000. ورابع ايتم معانا هي ايتم راقصة الموت او راقصة الموت. الايتم دي كانت بتقلل الدمج تدريجيا بنسبة 30%، بقت بتعمله بنسبة 27%، بس ده للأبطال قريبين المدى. إنما بالنسبة للمدى البعيد فلسه زي ما هما، مفيش أي حاجة اتغيرت فيها. خامس ايتم معانا هي صولجان الكريستال. دي نسبة الإبطاء بتاعتها، مش نسبة يعني الوقت الإبطاء بتاعها قل، بدل ما كان ثانية بقى ثانية إلا ربع. ومعانا بوت درع الساق، وده خد باسف حلو قوي. أي هجمة أو أي ضربة تضربها ومعاك البوت ده هتاخد 10 صحة لما تيجي في أي شخصية أو أي بطل يعني. وتاني بوت معانا هو بوت مقاومة السحر. بدل ما كان بيقلص الضرر السحر من 3% لحد 12%، بقى من 3% لحد 10%. وكمان بوت اللي هو بيقلص الضرر المادي، بدل ما كان بنسبة من 3% ل10%، بقى من 3% ل9%. وآخر حاجة معانا النهاردة هي الدرع الحجري. كان الدرع الأساسي بتاعها كان بيعمل 20% من أقصى صحة البطل، من صحة البطل يعني. دلوقتي بقى بيعمل 15% من صحة البطل، يعني كده الدرع بتاعه قل شوية. الدرع بتاعه بالنسبة للدفاع بتاعك كان بيعمل 35% من صحة البطل، مع احتساب مقاومة السحر والدروع. دلوقتي بقى 28% من صحة البطل. الدرع لما كان بيكون في أبطال قريبين منك، كان الدرع بيزيد لكل عدو قريب منك، يعني كل بطل قريب منك كان يزيد 12% من صحة البطل، مع ان هو يحسب برضو مقاومة الدرع ومقاومة السحر. دلوقتي بقى 10% لو كل بطل قريب منك، يعني لما بيبقوا 5 قريبين منك آخرها هتبقى 50% بس. فهو قللوا قوة الدرع بتاعتها. دي اللي كانت هتنزل يوم 5 ديسمبر. معانا جوين وزيري ونامي وجرافز. ودي سكنات يوم 11 ديسمبر عنا جنر وكوجماو وفز. وبس كده يا أبطال، نكون خلصنا شرح النهاردة. وأحلى مسا عليكم، وأتمنى تدعموني، إن أنا والله بتعب جدا في الفيديوهات دي ويطلع عيني عشان أقعد أشرح وأسجل وبتاع. متنسوش تدعموني بلايك وشير وكومنت، والسلام عليكم.